السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. كل سنه وانتم طيبين. رمضان شهر الخير، شهر البركه، دايما بيعدي علينا بسرعه وفجاه كده بنلاقيه بيخلص. فبنبتدي دلوقتي بقى موسم الكحك والبسكوت، يعود علينا وعليكم بخير يا رب ان شاء الله. عملنا النهارده الكحك بالسمنه البلدي الدايب معانا دوب حكايه. طريقته سهله، بسيط جدا. بصوا انا عايزه اوريكم بس عشان الكحكه كسراها ما بقاش اكسر كله. بصوا الكحكه عامله ازاي. بصي دايبه معانا قوي. لو بتحبي تسويه افتح من كده براحتك، دي ترجع لك انتي. احنا بنحبه بس ايه، مستوي شويه. حطيت بس شويه سكر على صغيرين عشان بس التصوير. وانصحك ان انتي تجيبي لك كده كام كيلو سكر على العدد اللي انت هتستخدميه، البسكوت والحاجات اللي هتعمليها وكحك، وتطحنيه يبقى جاهز عندك. بصوا ابيض وزي الفل، احلى من اللي احنا بنشتريه من بره. اللي بتشتريه من بره بيحط لك عليه نشا عشان الطحن ويبقى خفيف وما يكتلش. اعملي في البيت وباذن الله هيكون احلى معاكي بكتير جدا جدا. طب عايزين نعرف الطريقه والمقادير، هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده يا حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركه الله على ما السمنه بتاعتنا تقدح. هنقول بس ايه على شويه تكات. اول حاجه ريحه الكحك بتتكاب كده من عند العطار، وان شاء الله كان في فيديو انا عملته ريحه الكحك وفجاه اختفى. يعني ان احنا ممكن نعملها في البيت بتبقى مضمونه اكتر واحلى، بس لو مش موجوده عندك هتجيبيها من عطار موثوق منه. تاني حاجه ودي بتخلي الكحكه بتاعتنا خطيره. بصوا دي حاجه عامله زي البذور كده. بصوا عامله زي اللوز صغيره قوي. ديت اسمها محلب، بتخلي ريحه الكحك حاجه كده خطيره. انا خدت شويه وطحنتهم في شويه سكر بس عشان يطحنوا. يعني الاول كده خدتهم على النار، حمصتهم شويه كده، وبعد كده قمت ايه طحناهم. اما تكون حاجه كميه صغيره كده حاولي تطحنيها مع حاجه تانية هتطحن باذن الله معاكي. معايا هنا 3 معالق كبار نشا. ليه النشا؟ النشا هتخلي معايا الكحكه دايبه فوق الذوبان بتاعها. ومعايا معلقتين كبار لبن بودر، وممكن تستغني عنهم بس بيدي طعم حلو جدا، بالاخص لو انت مش هتعجني بحليب. هناخد ايه بقى هنا معانا؟ انا عايزه معلقه خميره. بصوا يعني ما خدتش الظرف كله. مش عايزه يعني مش عايزه اكتر الخميره بتاعتي عشان النقشه بتاعتي. وبصوا يعني حوالي نص معلقه بيكنج باودر عشان الكحكه بتاعتي تبقى هشه. وهحط ذره ملح اللي هي بتاعت المعجنات كلها دي سنه. عايزه بس اقلب الكلام ده كله مع بعض. بصوا انا حطيت معلقه من ريحه الكحك عشان بس ايه ممكن اكون الكاميرا فصلت او حاجه. بس ايه تاكيد معلقه كده. بصوا احنا هنعمل كحك مرتين، يعني مره على السخن ومره على البارد. وهيكون كل واحد فيهم فيه تكات كده وفيه تفاصيل مختلفه شويه. ده 550 جرام من السمنه البلدي. اوكي، احنا اللي هنعمله على السخن هنعمله بالسمنه البلدي اولا عشان لما نقدحها تكون ريحتها حلوه. خلاص. طب انا ما عنديش سمنه بلدي، هنعمل مع بعض من غير السمنه البلدي بس كحك ان شاء الله على البارد. بصوا انا سخنه جدا، فانا شغلت العجان وهبتدي انزل بالدقيق. انا شغلت العجان بس عشان الدقيق بتاعي ما يتحرقش، يعني شويه يتحرقوا من السخونيه وشويه لا. بصوا انا بحاول دي المرته فما تقلقيش منها. اهم خطوه بقى معانا دلوقتي اللي هي عمليه البس. بصوا انا هشغل على الهاتي الاول. انا مستخدمه الكف عشان احنا لو انا ما عنديش عجان هعمل ايه، هقلب الاول بمعلقه وبعد خلاص لما الدنيا تهدى شويه هاخد العجين بين ايدي كده وابسه لغايه ما العجين بتاعي يبقى دايب قوي. هوريكي المرحله بتاعته. كيلو الدقيق ممكن ياخد 3 مقادير سمنه، ممكن ياخد 500 جرام سمنه، ودي الكحكه هتكون ناشفه شويه.
550 هتبقى ناعمه وحلوه، 600 هتبقى دايبه قوي قوي، ودي بتبقى صعب التعامل معاها شويه، فبيبقى خير الامور الوسط. هبس العجينه واوريكي المراحل اللي احنا عايزينها تكون عامله ازاي. هعلي بقى العجان شويه. بصوا الاول هي شكل العجينه دلوقتي عامله ازاي. في حتت لسه فيها دقيق لسه ما اتبستش، هوريكي المراحل بتاعتها. بصوا حبايبي، بصوا العجينه بتاعتي عامله ازاي. ده البطرمان اللي كان فيه السمنه، حاطه بس فيه الاسباتلي عشان ايه ما بقاش بوسخ مواعين كتير. بصوا لسه فيه تحت عندي لسه فيه دقيق ما اتبسش كويس، فمن وقت للتاني كده نديله تقليبه. ومش هي دي برضو المرحله اللي احنا عايزينها في العجينه بتاعتنا، لسه شويه كمان. بصوا حبايبي لسه العجينه بتاعتي تحس ان هي مفروله، انا عامله لك زوم عليها عشان تشوفيها من قريب. لسه تحس ان هي مفروله، مش هي دي المرحله خالص، سواء في العجان او على ايدينا هنصبر شويه كمان. بصوا حبايبي العجينه بتاعتنا قربت خلاص. بصي هي ما بقتش مفروله، بس انا عايزاها برضو انعم من كده. دي اهم مرحله في الكحك كله، عمليه البس. خدي وقتك فيها براحتك، 10 دقايق ربع ساعه براحتك، عشان مجرد ما هحط السوائل مش هاخد دقيقتين، انا بلم العجينه بس مش اكتر. فخدي راحتك كويس جدا 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 في عمليه البس. هي دي المرحله اللي احنا عايزينها. العجينه بصوا انا بتاعتي بقت دايبه. هتمسكي القطعه بصوا كده، اما دورت ايدك بصي هي بتلاقي تحس ان هي عجينه خلاص، يعني اكنها معجونه. انا كده العجينه بتاعتي ما شاء الله عليها. معايا هنا كوبايه ميه دافيه، ممكن تحطي بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن تحطي نص ونص، دي ما فيهاش اي مشكله. ان احنا ممكن نحط التلات ارباع ميه وربع حليب او النص، بس ما تكتريش في الحليب. ولو عجنتيها كلها بالحليب خلي بالك وانت بتسويها عشان ممكن يبقى قلبها ني. هشغل بقى العجان برضو بالكف عشان انا هعتبر هلم. انا هنزل بنص كميه الميه واشوف العجينه بتاعتي هتحتاج النص التاني ولا لا. ان بيختلف من دقيق لدقيق، يعني انا ممكن الدقيق بتاعي ياخد نص، الدقيق بتاعك ممكن ياخد اكتر ياخد اقل. فننزل بالميه واحده واحده عشان نكون طامنين العجينه مظبوطه وحلوه. هو المقدار المظبوط ان هي هتاخد كوبايه، بس الدقيق بتاعي غير الدقيق بتاعي غير انواع الدقيق كلها بتختلف. انا بصي انا مستخدمه الكف عشان بس التقليب بتاعه مش عايزه اقلب كتير، انا بس لغايه ما السوائل بتاعتي تختفي ونختبر العجينه. بصوا حبايبي العجينه بتاعتي هنختبرها عشان نعرف. بصوا لا العجينه لسه بتشقق، يبقى انا هحط بقيه الكوبايه وبرده ادي تقليبه. احنا بس بنحط السوائل بس تختفي مش بعجن، ولو بايدك انا بعمل بس بصوابعي، ما بقعدش اعجن كتير في العجينه عشان ما تعضمش معايا. حبايبي العجينه بتاعتي ما شاء الله عليها. تعرفي بقى العجينه بتاعتك حلوه ازاي؟ انا دلوقتي جبت قطعه عجينه اهي خلاص. بصي العجينه بتتقطع، يعني العجينه بتتقطع ملهاش عرق. خلاص هناخد قطعه صغيره. بصي العجينه ما شاء الله عليها ما بتشققش معايا، ما فيهاش اي حاجه. خلاص العجينه كده بتاعتي حلوه جدا. هريحها شويه بس لغايه ما احضر الصاجات بتاعتي، ولغايه ما اشغل الفرن بتاعي، ولغايه ما نشوف احنا هنشكل بايه. هو ده وقت الراحه اللي احنا هنريحه لها. مش هسيبها بقى ساعه وساعتين والكلام دوت، لا انا هسيبها بس ترتاح لغايه ما انا اخلص اللي ورايا. بصوا حبايبي في تكات بس عايزه اقول لكم عليها، عشان انا عملت دلوقتي فيها النصحه وقلت اكورهم كلهم وبالبصامه تك 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 تك. بصوا كده هحط البصامه، شايفه المنظر. العجينه طبعا نشفت فشققت، فما تعمليش الحركه ديت ان انت تشكليه كله كده وتسيبيه وبعد كده تقومي تقولي اشتغل عليه بالبصامه. هتلاقي الكحكه نشفت معاكي وما بقتش حلوه. ما معكيش حد يساعدك، هتعملي واحدتين ثلاثه، يعني تعملي واحدتين ثلاثه وبعد كده تبصميهم. ادي شكل البصامه. وممكن تعملي بالمنقاش، بس انا ما عملتش بالمنقاش عشان انا المنقاش اللي عندي الصراحه
مش حلو، بينتش العجينه. هوريكي بيعمل ازاي. اولا العجينه ديت انا وزنتها كلها يعني الوزن بتاعها 25. انت بقى عايزه تكبري تصغري براحتك. بصي بينتش العجينه ازاي، مش حلو. وانا شغاله كده حطيت معلقه سمسم ومعلقه حبه البركه. بصي عيبه بس بينتش معايا، فعشان كده ما استخدمتوش. بس انا بحب المنقاش، بس اللي عندي مش حلو، يعني اللي عندي مش حلو. هبتدي بقى اشكل الكميه كلها وارجع له. كده في كلامي وعملت الكحك ولسه سخن، عملته بالمنقاش، رجعت بالمنقاش وبقيت شغاله واحده واحده. عشان بصوا اللي عملته بالبصامه، ما اعرفش العيب فيا ولا في البصامه، ما كان يعني ما اعرفش. لقيت الكحكه الشكل راح وحسيتها تخينه فما عجبتنيش. بس بصوا السوق حلو جدا. بصي بقى اللي عملناه بالمنقاش، السوق دايبه، هي مش مستحمله. بصي الكحك ما شاء الله حلو قوي وريحته حلوه جدا. في كميه ممكن اقول لكم بالميزان عملوا قد ايه بالظبط. في حوالي 10 لسه في الفرن. في بس تكايه عايزه اقول لك عليها. عاده اول صاج ما بيبقاش حلو قوي في التسويه بتاعته، عشان انت ما بتبقيش عارفه برضو لسه تظبيطه الفرن. اي حاجه عيش اي حاجه اول صاج ما بيبقاش حلو. فما تغلطيش غلطتي وتحطي في صاج كبير، لا حطي في صاجات صغيره بحيث ان انت اول صاج تحاولي تظبطي عليه درجة الحرارة، وبعد كده بقية الصاجات بتاعتك ان شاء الله بإذن الله تكون حلوة وربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم. انا حطيته مع الميزان عملوا معايا بالظبط كيلو 700. يعني ما شاء الله حلوة قوي وموفر جدا. الكحكة حلوة جدا جدا. بصوا ما شاء الله. ممكن لو في حد عندكم بقى يعني ولادك اي حد ممكن انت يشتغل معاكي ان هو ينقش لك. هما بيحبوا الحاجات دي قوي، يبتدوا يعملوا بيها اشكال. بس الوصفة حلوة وجميلة. بصوا التسوية بتاعتها حلوة جدا. الريحة فوق الممتازة، خطيرة خطيرة خطيرة. ليه احنا بننقش الكحك؟ عشان السكر، يعني احنا بنحب النقشه تكون واضحه عشان السكر يثبت عليها. يعني ديت السكر مش هيثبت عليها، لكن ديت فعلا السكر هيثبت عليها. كمان ما تجيش تحطي الكحك كله بسكر وتشيليه، الكحكه هتشرب السكر وشكلها مش هيبقى حلو. العلبه اللي هتحطي فيها الكحكه حتى لو اللي هي المسلفنه ديت، لا حطي كيس الاول قبل ما تحطي الكحك بتاعك، عشان السمنة هتعمل بقع كده وهتبقى مش ظريفة، وهيبتدي ينطر السمنة بتاعته. ربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا رب وصفة تكون سهلة وخفيفة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.